أهلا بكم في كورس المنتور تريدر. النهاردة نتعلم مع بعض عن منصة جديدة حلوة، وكمان بتساعد الناس إن هم يكونوا شايفين بالظبط كل صفقة يجوا يدخلوها المكسب هيبقى كام، والخسارة هتبقى كام. في نفس الوقت هنتعرف على شوية حاجات مفيدة إزاي نرسم على المنصة دي وإزاي الدنيا تتحرك. طيب بصوا معايا هنا، زي ما انتم شايفين الماوس، من هنا بنرسم الخطوط بتاعتنا. يعني مثلا لو انا عايز ارسم خط رأسي هنا اللي هو الفيرتيكال لاين، بضغط ضغطة وابتدي اتحرك بالماوس بتاعي زي ما انتم شايفين. لنفترض اني مثلا عايز ارسم خط رأسي من هنا، هدوس رسم الخط الرأسي بتاعي زي ما انتم شايفين، واقدر ان انا ادوس عليه واتحرك يمين، احركه يمين او شمال كده، يمين احركه هنا اقف عند الشمعة دي مثلا، او لو انا عايز احركه شمال اقوم ضاغط عليه واسحبه، بيتحرك معايا لغاية هنا مثلا. يبقى ده طريقة الخط الرأسي. بختاره تاني وادوس زرار ديليت بيمسحه. طيب لو انا عايز آم، اعمل خط افقي برضو من نفس الأيقونة دي أهو، واقف بالماوس بختار خط أفقي أو horizontal line، بدوس عليه وابتدي أتحرك زي ما انتم شايفين بالماوس للحتة اللي أنا عايز أعلم عليها. لنفترض مثلا نقول إن هنا في ليفل مقاومة، فعايز أرسم خط هنا أهو، أقوم دايس هنا هو عليه زي ما انتم شايفين اتحط. هعملها تاني مع حضراتكم. أروح بالماوس هنا أهو واختار الهوريزونتال لاين او الخط الافقي، اخترته واقف هنا كده، دوست اتحط. برضو اقدر اتحكم فيه، ادوس يا اما اطلعه انزله او اطلعه هنا. انا هقف هنا عشان اقول ان ده مستوى مقاومة، ده مستوى مقاومة، السعر بينخفض عنده. طيب ازاي ارسم الترند لاين؟ برضو من نفس الأيقونة بختار ترند لاين أو خط الاتجاه، وبقوم راسم خط الاتجاه. هنفترض من هنا مثلا أضغط أول ضغطة وأسحب وأرسم عندي خط الاتجاه زي ما أنتم شايفين كده، زي ما أنتم شايفين أسيب. يبقى كده ده خط الاتجاه بتاعي. اللي بيحصل عنده إيه؟ إن بيتردد السعر زي ما إحنا فاهمين أهو، بيخبط ويرتد، يخبط يرتد وهكذا، منتظرين إنه يوصل له تاني. طيب ازاي بدخل صفقة على المنصة دي؟ خلينا نشوف مع بعض. دي بنعملها ازاي؟ ببساطة انا هنا رسمت خط اتجاه، حلو، جميل، وهنتظر انه يتم كسر هذا خط الاتجاه زي ما انتم شايفين كده. منتظر ان يحصل كسر الخط الاتجاه. فعلا تم كسر خط الاتجاه عندي هنا. فلنفترض ان عايز ادخل صفقة بيع من هنا. من الجنب هنا بختار سيل اهو، شايفين باي يعني شراء، سيل يعني بيع، بختار سيل وبختار هنا حجم اللوت بتاعي. يعني هنا هدخل بلوت 0.05 واقول له بليس اوردر، يعني اعمل نفذ صفقة البيع. هتلاقيها جا هنا على الجنب ظهر خط من المنطقة دي انه نفذ لي صفقة بيع بلوت قد ايه؟ 0.05. طيب بصوا بقى معايا ازاي بحط سهولة المنصة الجميلة دي، ازاي بحط وقف الخسارة وجني الأرباح. أهو شايفين لما وقفت هنا ظهر عندي اس ال أهو، اللي هو وقف الخسارة، وتي بي اللي هو جني الأرباح. الستوب لوس وقف الخسارة، والتي بي تيك بروفيت اللي هو جني الأرباح. ببساطة بمسك أهو، بضغط من هنا على وقف الخسارة وأحركه معايا. لنفترض إن هقف هنا، هوقف خسارتي هنا لو وصلت عند 3.3 يورو أو دولار، اللي هو مثلا حوالي 150 جنيه مثلا أو 170 جنيه.
وهاخد برضو، هقف هنا التيك بروفيت اللي هو جني الارباح بتاعي، وانزله لغايه مثلا هنا اهو عند 10 يورو، وهكذا من شايفين هو حوالي مثلا ال 500 او جنيه او اكثر. وابتدي اشوف الصفقه بتاعتي هيحصل فيها ايه. زي ما انتم شايفين هنا انا شايف ومحدد الصفقه بتاعتي بالفلوس، وهي دي ميزه المنصه دي، انا شايف ايه اللي هيحصل. تعالوا نشوف. زي ما انتم شايفين السعر عمال يتحرك تمام جدا. شفتوا ايه اللي حصل؟ هنا وصل السعر معايا لجني الارباح. طب كسبت كام فعليا؟ اهو من هنا هيستوري، فعلا كسبت ال 10 يورو، 10.7. طبعا ممكن تختلف عدد بسيط بالموجب او السالب، بس انا كده عرفت الرينج قبل ما ادخل الصفقه، او انا في بدايه الصفقه اقدر احدد المكسب والخساره بتاعتي. هنا السعر اتحرك 25 نقطه، 25 بيب، مكسبي كان 10.7، اللي هو يعني حوالي ال 500 او جنيه او كسر. ده سريعا كده ازاي استخدم المنصه دي بشكل سريع. عرفنا ازاي بنرسم خط زي خط افقي والخط الرأسي وخط الاتجاه، وعرفنا ازاي بندخل صفقه، ازاي احدد وقف الخساره وجني الارباح بالفلوس. ودي ميزه الصفقه دي، ان اقدر احدد بالفلوس، فابقى عارف قبل ما ادخل صفقتي، او كمان في بدايه الصفقه اقدر ابقى فاهم لو الصفقه دي خسرت او كسبت وضعي هيبقى ازاي. شكرا ليكم، ودايما بنتظر كل أسئلة من حضراتكم. شكرا لحضراتكم.